ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ده اليوم التاسع او العاشر، مش فاكر بالظبط، من رحلتي في الفريلانسنج. والنهارده انا جاي انقل لكم معلومات مهمه جدا وموضوع مهم جدا، وهو تقريبا اهم حاجه في موضوع الفريلانسنج بشكل عام والعمل الحر. فالنهارده انا جاي اتكلم على شويه نقط كده. اول نقطه انا جاي اتكلم فيها ان انا عامل سلسله للي ما يعرفنيش عن رحلتي في الفريلانسنج، وازاي انا بقدر اطور من نفسي والاقي العملاء، وبقدر يعني بوصل كمان الشغل ليهم ازاي، والخدمه اللي انا بقدمها هي خدمه الميديا باينج، وبالظبط ايه الرحله اللي انا ماشي فيها. فدي اول حاجه انت المفروض تعملها. فانت لو ما شفتش الفيديوهات بتاعتي اللي هي ليها علاقه ببقيه السلسله، زي اول يوم وزي برضو اليوم الخامس، هيكون فايتك كتير وفي حاجات كتير جدا ممكن ما تفهمهاش. حاجة كمان ان النهاردة انا هاجي اكلمك على كل الطرق اللي تعرف تجيب بيها عملاء عن طريق النت، من كل حاجة، كل الطرق تقريبا المجربة، لان انا مجرب معظم الحاجات ديت، ومعظم الطرق ديت انا جربتها شخصيا. واي حد بيبدأ في الطريق ده برضو زينا بيشتغل بنفس الطرق ديت، وهوريكم بعد كده لما بيعوزوا يلاقوا يجيبوا عملاء بيعملوا كده ازاي. وخلي بالكم ان الطرق ديت انا دورت كتير واستخدمتها وعملت بيها، وكمان عندي ناس صحابي شغالين في ايجنسيز واماكن تانية هم عندهم اصلا الوكالات بتاعتهم، هم اللي قالوا لي ان هي دي الطرق الوحيدة تقريبا انك انت تعرف تعمل تجيب بيها العملاء والكلاينتس بتوعك. فدي الفيديوهات عامة، وده المحتوى اللي احنا هنعمله في الفيديو دوت بالتحديد. واللي كمان حابب انوه عنه هو حاجة مهمة جدا قبل ما نبدأ، وهو هيظهر قدامك كده حاجة، ده عدد الناس اللي بتعمل سبسكرايب ووسط الناس اللي بيشوفوا الفيديو والناس اللي ما بيقولوش. انا بقدم محتوى فعلا صعب، وعشان اقدم لك حاجة يعني حقيقية وصريحة من اللي بتحصل بياخد مني وقت ومجهود. حاجة صغيرة زي انك تدوس سبسكرايب هتكون مهمة جدا وتشجعني جدا، وحاجة برضو زي اللايك بتشجعني وبتشجع كمان الالجوريزم ان هي توري فيديو لناس جديدة وتساعد ناس اكتر. من غير ما اطول عليك، يلا بينا على طول اوقف الفيديو دلوقتي ونتنقل بقى على الكمبيوتر اوريكم عملي ايه هي الطرق اللي احنا نقدر نعملها. طب يا شباب، خلينا دلوقتي نبص كده على الاكونت بتاعي. زي ما احنا شايفين، ده اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اكونت الانستجرام بتاعي. ولو بتشوف الفيديو ده خش اعمل لي فولو هناك، بقدم برضو محتوى عن الميديا باينج وعني بشكل عام. الاكونت هنا دي واحده من الطرق اللي انت عشان تعرف تجيب بيها العملاء بتوعك، وانك انت تعرف تسرش على البيانات بتاعتهم على انستجرام. ودلوقتي انا هخش على واحد من الامثله اوريكم ازاي تقدروا تعملوا كده بالظبط، ونعرف نلاقي البيانات بتاعتهم كلها، وازاي تقدر تحفظ البيانات بتاعتهم دي كلها. هتيجي عند اول حاجه كده عند السيرش اللي موجوده في الجزء الشمال من الصفحة، بتدوس سيرش وتيجي تكتب مثلا اي حاجة بتعبر عن النيش بتاعتك. يعني مثلا سي انك انت بتشتغل مع دكاترة، فهتبدأ تكتب مثلا دي ار، تشوف ايه اللي هيجي لك مثلا. سي ان انا جالي المدرب اللي اسمه دكتور احمد شريف مثلا، هو ده، وده واحد من الناس اللي انا عايز اتعامل معاهم مثلا. ده بدون اي، ما ده مش سبونسر على حاجة، انا كتبت دكتور وهو ده اول واحد ظهر لي يعني. فدكتور احمد شريف ده مثلا هو اللي احنا حابين نتعامل معاه، بس انا مش عارف ازاي الاقي البيانات بتاعته. هو بكل بساطه لو انت من النيش اللي انت بتتعامل معاها بتحفظ بياناتها على النت، فانت هتلاقي معلوماتها بسهوله. يعني ما تروحش تتعامل مع مثلا تجار خشب مثال مثلا وانت متوقع انك هتلاقي البيانات بتاعتهم على النت، صعب اوي. فكر في النيش او تخصص الناس اللي انت هتشتغل معاهم، ويا ريت يكونوا ناس فعلا ان انت تقدر تساعدهم. دي اول حاجه. والتاني حاجه يكونوا ناس تقدر تلاقي المعلومات بتاعتهم اونلاين. فسي ان انت بتشتغل مع دكاتره زي الدكتور اللي هنا دوت كده، وعايز تجيب بياناته، كل اللي هتعمله ان انت حرفيا لو بصيت لفه كده في الاكونت، يعني اديني مثلا هنا اهو لقيت اكونت الواتساب بتاعه، او رقم الواتساب بتاعه فيه التفاصيل كلها، ممكن اروح مسجله من ساعتها. وتاني حاجة لو جينا يعني دوسنا هنا كده في اللينك اللي هو سايبه، هو سايب كمان عنده تقريبا ويب سايت، وده لينكين للويب سايت بتاعه. تقريبا هو بيقدم كورسات عن الطب، وكمان بيعمل اونلاين كوتشنج معاه. فانت عندك اول حاجه الواتساب بتاعه، وعندك الانستجرام، وعندك عدد الفولور. فاللي انا بعمله في الحاله دي هعمل بالظبط زي ما انا بعمله. اول حاجه بروح واخد اسمه كده، دكتور احمد شريف، واروح رايح على شيت، سواء على شيت اكسل او شيت مثلا جوجل شيت زي اللي انا هعمله ده كده. ده بالظبط واحد من الشيتات حرفيا اللي انا عامله للكلاينتس او لنفسي علشان اقدر الاقي كلاينتس بيهم. فمثلا هتيجي تبص تروح حاطط هنا اسمه، تروح عامل كنترول في، تيجي عند رقم الواتساب تجيب رقم الواتساب بتاعه اللي هو سايبه مثلا،
وتيجي تكتبه. هو مثلا كان سايب الرقم، بصوا هنا اهو، يعني هو حرفيا منزل الرقم، اكتبه مثلا هنا اهو 010 6 0 7 3 8 5 9 2. واخده كده كوبي، تحط في الشيت خلاص، وتتنقل على اللي بعديها. ايميل، عايز تعرف هو عنده ايميل ولا لا عشان تعرف تبعت له. مثلا هتلاقي الايميل فين، ممكن يكون هو على الويب سايت بتاعه. تعالوا كده نجرب نخش نشوف هو سايب ايميل هناك ولا لا. في الغالب بيكونوا سايبين. في الغالب كمان هتلاقي البيانات بتاعته على طول عشان ما تقعدش تحرق في وقتك. كلمة تواصل معنا، دوس عليها. ادي اهو رقم التليفون، هو عامل خاصية. رقم التليفون بتاعه ممكن تاخده تاني تسجله، وده الايميل بتاعه كمان اهوت، ممكن تروح واخده سايبه هنا. وخلاص على كده ماشي، تمسح بس الحتة دي. خلاص بقى على كده ادي معاك دلوقتي رقم التليفون ومعاك ايميله. وعايز تكتب هو ليه علاقة ببزنس ايه، تكتب مثلا فيتنس او هيلث مثلا، سنس ان هو المجال الصحي مثلا او مجال الطب، يكتبها بالطريقة اللي انت تحبها. وسيب كمان لينك الانستجرام بتاعه علشان لما تحب تيجي تلاقي معلوماته تاني تلاقيه موجود هنا. ونفس الكلام في الفيس، لو انت لقيت معلومات على الفيس في الغالب الفيس هتلاقيه فين برضه، هيبقى سايب المعلومات بتاعتها هنا. او ان انت ممكن تخش على الفيس تاخد الاسم بتاعه زي ما هو وهتلاقي بيانات. بس انت طالما لقيت الرقم التليفون والايميل مش هتستفيد حاجة بالفيس تاني يعني. كده كده هو دي اللي انت محتاجه عشان تقدر توصله، بالذات الواتساب. ورقم التليفون ده انا لو مكانك بتصل بيه اكلمه كمان، اشوف لو انا اعرف اعرض له الخدمة ديت، واعرف اشوف هو من الناس اللي اقدر اساعدهم ولا لا. وبتملأ بقية البيانات زي مثلا الانستجرام، الفيسبوك لينك. وهيبقى دلوقتي عندك ايه، عندك بيانات عندك ادي رقم التليفون بتاعه، كلمه. ده رقم تليفون على فكرة معظم الناس اللي عندها الواتساب بتبقى سايبها واتساب كده، بتعرف تتصل بيها ويردوا عليك. فعندك الواتساب بتاعه ورقم التليفون، وعندك الايميل بتاعه، وعندك الانستجرام، والفيسبوك في الغالب بيبقى موجود برضو، بتقدر تلاقيه يعني سهلة زي ما احنا لقينا دول كده. اللي انا بعمله اللي انا بجمع، بقعد يوم بحاله لوحده اجمع في كل يعني داتا زي دي كده. مثلا بجمع لي بتاع 50 واحد في اليوم. واليوم اللي بعده ببدأ ان انا اكلمهم واخد اكشن، ابعت ايميل، ابعت رسالة، ابعت الحاجات دي كلها. واحد يجي يقول لي ممكن تورينا رسالة من اللي بتبعتها للكلاينتس. هوريك حالا الرسالة زي مثلا اللي ببعتها للكلاينتس وكده، والتفاصيل بتاعتها كلها. لكن مش شرط الرسالة اللي انا ببعتها زي ما اشتغلت معاك تشتغل معايا. يبقى في كرياتيفيتي شوية، وتحاول انك انت نيشل معاهم، تبدأ يعني تعمل لهم رسالة مخصوصة ليهم. فدي اول حاجة من الطرق اللي تقدر تعمل بيها. تعالوا ممكن اوريكم سريعا كده الرسالة اللي انا كنت اعملها لما تبدأ بقى تبعت لهم. يعني تبقى عندك هنا 30 40 50 اسم هنا كده في الليستة دي كلها، تبدأ انك انت بقى تشتغل عليهم كل يوم. ودي حرفيا دي اول طريقة علشان تعرف تلاقي بيها كلاينتس بتوعك وبسهولة جدا، والموضوع مش صعب يعني زي ما وريتك. فانت هتشتغل اول يوم على السوشيال ميديا، على الانستجرام، وتعمل هكذا. واحدة من الحاجات اللي تقدر تساعدك جدا، بص بقى التركية اللي جاية ديت لان فعلا فعلا مهمة قوي وهتسهل عليك قوي. فانت انا دلوقتي لقيت اول واحد، هل يا ترى تقعد تسرش بقى سيرش والكلام دوت علشان تعرف تجيب الكلاينت تاني؟ لا، انت بكل بساطة هتعمل كده بالظبط. شايف العلامة اللي هنا دي اهي، العلامة اللي هنا اللي فوق اللي جنب كلمة مسج، هتدوس عليها هيظهر لك ناس كتيرة جدا في نفس المجال. الدكتور اللي انت شغال معاه ده نفس المجال، هتدوس سي اول، وبعد كده تفتح هتلاقي ناس كتيرة جدا هو عنده الانستجرام بيعمل لك سجست لنفس الناس دي. هتخش وتعمل نفس الحاجة حرفيا. يعني تعالوا مثلا عبد الله جمال اهو، واحد طبعا مشهورين في الموضوع دوت، فيتنس سيفر. كل ديت ناس هتلاقيهم بيقدموا حاجات في نفس المجالات المختلفة دي. الدكتور وليد من الناس اللي انا كنت متابعهم. ف... فدي الحاجات اللي انت تقدر تشوفها وتخش عليهم واحد واحد بقى، تبدأ انك انت تجمع في البيانات بتاعتهم وتحط في الشيت وهكذا وتستمر. بعد كده هتيجي في تاني طريقة اللي احنا نعرف نعملها، ودي تاني حاجة تعرف تعملها عشان تجيب الكلاينتس بتوعك، وهو على جوجل مابس. هتخش تكتب عادي جوجل مابس، تسرش، ويجيلك الخريطة بتاعتك، يجيلك التفاصيل بتاعتها بالظبط. زي انك انت بتشتغل برضو زي ما قلنا مع دكاترة او كده. هتكتب هنا مثلا كلينيك، وتدوس انتر مثلا، هيظهر لك بقى في الجنب هنا 100,000 عيادة. شايف زي ما انت شايف كده هنا مثلا اهي
عياده مش عارف ايه، عياده مش عارف ايه، عياده مش عارف ايه، عياده مش عارف ايه. وتلاقي البيانات بتاعتهم كلها هنا، شايف رقم التليفون هنا اهوت. وبرده لو دخلت وشفت اللينكات السوشيال ميديا بتاعت العيادات ديت، هتلاقيهم ليهم تفاصيل. وخلي بالك ان الطريقه دي برضو ممكن تعرفك هم ناقصهم ايه. يعني مثلا العياده ديت، من عياده الدكتور احمد رشدي مثلا، ما عندهاش ويب سايت، فانت ممكن تقدم لها الخدمه ديت. حاجة تانية، انك دي الطريقة التانية، انك تكتب النيش بتاعك هنا في السيرش، وتبدأ تدور عليه في المكان اللي انت عايش فيه. لو طبعا بتقدم مع كلاينتس من بره، تعمل نفس الحاجة، بدل ما تدور في مصر هتدور في القطع الموجودة من بره وكده. ودي كانت تاني طريقة. وهتعمل نفس الحاجة عشان ما تبقاش انت برضو عندك سؤال وتيجي تقول لي طب انا هعمل ايه بعد كده. تاخد الاسم، تحط رقم التليفون، الايميل، تعمل الكلام ده، تجمع لك بتاع 50 كلاينت في اليوم الواحد. ماشي. وتالت طريقة، وديت الطريقة برضو من الطرق اللي تعرف تلاقي بيها ليدز، وهي من الاخر انك تعمل لنفسك كامبين. لو انت ميديا باير، اعمل لنفسك شوية كامبين واستهدف بيها الناس اللي هم انت بتساعدهم نفسهم، سواء دكاترة، عيادات، دكاترة اسنان، ايا يكن الناس اللي انت عايز تتعامل معاهم. ودي واعمل بس الكامبين وتعمل لها استهداف. ممكن بعدين لو حبينا بقى اعمل فيديو عن كامبين بحالها، بعملها ساعات انا لنفسي لما عاوز الاقي كلاينتس، وبجيب لنفسي ليدز كتيره جدا. ان الاسامي اللي انت بتجيبهم دولت زي الاشخاص اللي انت بتجمعهم، دي اسمها ليد، او شخص بيليد على شغل، شخص بيوصلك للشغل اللي انت عايز يشتغل معاك، فعشان كده اسمها ليد. فزي ما انا بقول لك كده، ان هو دي الطرق تقريبا الوحيده اللي هي الكامبين. سيرش على جوجل مابس، انستجرام، والسوشيال ميديا عامه. ولكن انستجرام بالتحديد سهل جدا، لان زي ما قلت لك ان عنده الاوبشن يوريك بقيه الحاجات. وبس دي كانت كل الطرق تقريبا اللي تعرف تجيب بيهم بيانات الكلاينتس من كل حاجه، من اسمهم، رقم تليفونهم، ايميلهم، وكل التفاصيل اللي انت تعملهم. لو عايزين بقى حابين في الفيديو مستقبلي، ممكن اوريكم ازاي بقدر انظم الموضوع دوت في يومي عامه، عشان اقدر ان انا اكلم الناس وكده. ممكن ابقى اسجل لكم تقريبا مكالمه نفسها وانا بتكلم مع واحد من الكلاينتس، وازاي المكالمه بتمشي. لانك مش بس بتبدا في الجزء ده، انت ده اول جزء بس عشان تديله نبذه انك انت بتعمل ايه. هتيجي بقى في المكالمه السيلز وانت بتكلمه، تبيع له خدمتك، تبيع له ليه انت شخص كويس، تبيع له ليه نتائجك دي كلها. فدي حاجات كلها لازم تبقى مخلي بالك من شويه بوينتس كده وانت بتكلمه، عشان يقتنع بالكلام اللي انت بتقول عليه. وفي نفس الوقت مش الموضوع مش متوقف بس انك تجمع الداتا وتبعت لهم وفاكر ان الناس تيجي تقول لك والنبي اشتغل معايا. الموضوع مش بيمشي كده. الموضوع بيمشي ازاي؟ ان هو بعد ما انت بتعمل الكلام ده كله، بتخش معاهم في ميتنج، بتقول له بالظبط انا هساعدك ازاي، وتقنعه بالكلام اللي انت تقوله، او مش تقنعه، فعلا يكون اللي انت بتقدمه ده بيكون بيساعده. وتمحور الفكرة عن الحاجة ديت عشان تعرف تعلي من فرصك انك تنجح في انك انت يشتغل معاك الراجل ده او الكلاينت دوت. وبس كده. دي كانت كل الطرق. لو حابين تعرفوا بقية السيستم اللي انا بعمله عشان اوصل للكلاينت، او السيلز كل اللي احنا بنعملها بمشيها ازاي، الحاجات اللي بجهزها، ممكن تكتب لي في الكومنتس. لو عندك اي سؤال، اي سؤال، ده واحد من الاسئله اللي ظهرت لي كتير عشان كده انا نزلته عنه. لو عندك اي سؤال عن نفس التوبيك او نفس الافكار اللي بتظهر لك من ناحيه نفس الموضوع، اكتب لي، وانا على قد ما اقدر احاول ان انا اعمل عنها محتوى لو انا اعرف اساعد فيها. لان انا بقدمش محتوى عن حاجه انا مش مجربتهاش. على الاقل دي كله ده انا مجربه وعامله. والشيتات اللي انت شفتها دي، انا عندي شيت زيك يعني محضر فيه بتاع 600 اسم مثلا على الاقل، مجهزهم كلهم. كل يوم بشتغل، بصحى، بعمل لي زي روتين. لو حابين اشارك معاكم الروتين ده برضو، ابعت لي وقول لي. فما تسيبش الموضوع كده وخد اكشن. وانا عارف ان انا طولت في الكلام، وده غرضه ان انا افلتر الناس اللي فعلا هياخدوا اكشن وهيعملوا الكلام ده، بغير الناس التانية اللي هيقعدوا يشوفوا الكلام دوت وهيبقى بالنسبة لهم ان هو نفسهم يعملوا حاجة زي دي، لكن عمرهم ما يعملوا اكشلي. لانه هو معتمد ان هو بيتشجع شويه، بعد كده بيعمل سكرول. والفكره دي هفضل اقولها في كل فيديو، لان الناس دي هفضل اقابلها في كل فيديو. وبس.